السلام عليكم التلاميذ والتلميذات والآباء وأولياء التلاميذ. في هذا الفيديو ديال اليوم غتعرفوا معايا على كيفاش تقدروا تدخلوا المسار اولا متمدرس وتعرفوا على النقاط ديالكم بطريقه سهله بزاف وغير من التليفون ديالكم. ونبداو على بركه الله. دخل شي متصفح عندك في التليفون ديالك وغتمشي لمحرك البحث في جوجل وغتكتب متمدرس على هذا الشكل وغتكليك على روشيرش. من بعد غيطلع لك هذا الموقع الخاص بالتلاميذ والامهات والاباء واولياء التلاميذ اللي هو مسار سيرفيس. غتضغط عليه غيطلعوا لك جوج اختيارات. هاد الاختيار اللي باللون البرتقالي خاص بالتلاميذ والاختيار الاخر خاص بالاباء. حنا دابا ندخلوا من الجهه ديال التلاميذ وغنضغطوا على هذا الفضاء الخاص بالتلاميذ والتلميذات. وفاش تضغط عليه هنا كما تلاحظوا معايا غيعطيوك تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. بالنسبة لاسم المستخدم اللي هو رقم مسار ديالك غتلقاه في شي بلدان او لا في شي شهادة مدرسية. وبالنسبة لكلمة المرور راه كيعطيها لك الحارس العام. دابا الخوت حنا ندخلو رقم مسار ديالنا في هاد الخانة الاولى متبوعة بأروباس تعليم بوما. وبالنسبة لكلمة المرور كما قلنا كيعطيها لك الحارس العام. هنا كنكتبو رقم مسار ديالنا متبوعة بأروباس تعليم بوما. ضروري تزيدوا هاد اروباس التعليم بوما مورا رقم مسار ديالكم وغتدخلوا رقم مسار بشويه عليكم ما يكونش شي غلط. وبالنسبه لكلمه المرور راه كتمشي عند الحارس العام ولا كيعطيها لك. من بعد فاش كتدخل هاد المعلومات تكليك على تسجيل الدخول. هنا كيتفتح معاك هاد الصفحه على هاد الشكل. هنا كما تلاحظ معايا كيعطوك اول حاجه الاسم ديالك. هنا مرحبا تلقى الاسم ديالك هنايا. وهنا كيطلبوا منك انك تغير كلمه المرور. ديك كلمه المرور اللي عطاك الحارس العام اولا المدير المؤسسه ديالك تيطلب منك تغيرها. هنا في الخانه الاولى تكتب كلمه السر اللي عطاك الحارس العام. وبالنسبه في الخانه الثانيه والثالثه هنا كتكتب واحد كلمه السر ديالك نتايا هو باش تبقى تدخل مره اخرى المسار. وفاش كتسالي كتكليكي على تغيير وغنتسناو الخوت شويه. هنا كما تلاحظوا معايا كيقول لك راه الباسورد راه تبدل اولا كلمه السر راه تبدلات. هنا كما تلاحظوا معايا تفتح معنا الموقع ديال مسار اولا متمدرس بشكل عادي. دابا حنا الا بغينا ندخلو نتعرفوا على النقاط ديالنا غنطلعوا على الخوت الفوق. هنا كما تلاحظوا معايا التقويم والامتحانات الغياب. حنا غندخلوا دابا للجهه ديال النقاط. غتلقاو واحد 3 الشريطات ولا 3 الخطوط هنايا تضغطوا عليهم. هنا غنهبطوا للاختيار الثاني اللي هو التمدرس. فاش غتضغط عليه غيطلعوا لك هاد الاختيارات. هنا بالنسبه للاختيار الاول خاص بالمراقبه المستمره. الاختيار الثاني خاص بتتبع النقاط وكذلك الغياب وجدول الامتحانات. حنا نضغطوا على تتبع النقاط. فاش غتضغط على تتبع النقاط يعطيك تختار السنه الدراسيه. حنا نختاروا اخر سنه دراسيه اللي هي 2023 2024. هنا كيعطيوك تختار الدوره. حنا دابا في الدوره الاولى غنكليكيو على الدوره الاولى. من بعد غتكليكي على روشيرش. فاش غتكليكي على روشيرش غتهبط لتحت. هنا تلقى الثانويه فين كتقرا وغتلقى حتى المستوى وهنا كذلك الكلاس وهنا عدد التلاميذ. وبالنسبه للنقاط هنا الخوت تلقاو النقط ديالكم. هنا كل ماده والنقطه ديالها. مثلا في الاجتماعيات تلقى الفرد الاول الفرد الثاني وكذلك في الانشطه المندمجه. ونفس الشيء بالنسبه للمواد الاخرين كتلقى الفرد الاول الفرد الثاني وكذلك الانشطه المندمجه. ولا ضغطت على بيان النتائج الدراسيه هنا كتلقى المعدل ديال الدوره. بطبيعه الحال الدوره انت اللي اختاريتي. الا اختاريتي الدوره الاولى وكنتي في الدوره الاولى كتلقى لنا المعدل العام وكذلك معدل الامتحان. هنا خلاص بيان النتائج الدراسيه. هنا كيطلع لك هذا البيان على هذا الشكل. خلاص هنا ما غيطلع لك هنا حتى تحطوا جميع النقاط ديال جميع الاساتذه. وبالنسبه للخوت الى رجعنا لهاد نقاط المراقبه المستمره غتلقاو النقطه ديال الفرد الاول بوحدها وكذلك النقطه ديال الفرد الثاني بوحدها وكذلك النقطه ديال الانشطه المندمجه بوحدها. وبالنسبه لهاد الاختيار الثاني ديال بيان النتائج الدراسيه هنا كتلقاو المجموع ديال الفرد الاول والفرد الثاني والانشطه المندمجه كيتقسم داك الشيء وكيعطيك هنا النقطه ديال المراقبه المستمره سواء الفرد الاول الفرد الثاني الفرد الثالث ديال جميع المواد. هنا كتلقى المعامل وهنا كتلقى اعلى نقطه. هنا معدل القسم هنا اقل نقطه. هنا كذلك نقطه الامتحان بالنسبه للناس اللي عندهم الامتحان. هنا الا هبطتي لتحت تلقى معدل الدورة. خلاص حنا اختارينا الدورة الأولى. هنا تلقاو معدل الدورة الأولى. خلاص إلا كنتي في الدورة الثانية وضغطتي على الدورة الثانية كتلقى المعدل ديال الدورة الثانية. وهنا خلاص بالنسبة لمعدل الامتحان. هادشي اللي كاين الخوت في هاد لا فيديو. وهكا تكونوا تعرفتوا معايا على كيفاش تدخل المسار.
وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا حطيت اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكل نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.